كابتن غريب. ازيك يا محمدي؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ مبروك يا سيدي على المستوى الجميل والهدف الجميل والاداء اللي ربنا احنا يخليك. بنشوفه ربنا وبنفخر يخليك. بيه يعني. ان شاء الله دايما باذن الله. ان شاء الله يا احمد، يبقاش اخر اهدافك، تبقى اولها ان شاء الله. يعني كوره مدوره زي ما بيقول، في كده ايام بيضه وايام مش بيضه، يعني مش عايز اقول الايام تانية. دلوقتي انت في الايام الحلوه الحمد لله يا احمد. الحمد لله يا كابتن. هدف ما شاء الله، كل يعني العالم بيتكلم عليه. ماشيين كويس قوي في الدوري، التصريحات كلها ايجابيه من ستيف بروس. بالنسبه لك كلمني كده عليك دلوقتي، انت حاسس بايه يا احمد؟ مبسوط؟ ستيف بروس عامل معاك ايه الفتره دي؟ والله يا كابتن حاتم، هو طبعا اكيد مبسوط، يعني مبسوط. رجعت بقالي فتره كبيره ما كنتش بلعب مع مارتن السيزون اللي فات. بعد كده الحمد لله يمكن من اول السيزون دوت بدات مع ستيف، بقالي 3 ماتشات مع هال. الحمد لله كسبنا اخر 3 ماتشات وماشيين بشكل كويس قوي. فدي حاجه كويسه بالنسبه لي ان انا ارجع العب تاني وارجع لفورمه الماتشات وبلعب مع المدرب اللي هو جابني من مصر وجابني للدوري الانجليزي. الراجل هو عارف امكانياتي وعارف يلعبني وعارف يوظفني كويس. فدي طبعا حاجه كويسه ليا واداني ثقه كبيره. الحمد لله يعني انا على قد الثقه ديت، وبحاول ابذل اقصى جهدي ان انا اكون عند حسن ظنه وعند حسن ظن الجماهير. الحمد لله الفتره الاخيره ماشيين بشكل كويس. اخر 3 ماتشات 9 بونت الحمد لله، وعندنا ماتش يوم الاحد ان شاء الله مع ليستر، ماتش قوي، فربنا يوفقنا باذن الله ان شاء الله. احمد، حد كلمك من ساندرلاند بعد الماتش؟ هل اونيل كلمك؟ لعيبه، صحفيين بتوع النادي، في اي تواصل بينك وبينهم؟ لا هو ما كلمنيش، مارتن ما كلمنيش. في الاعلاميين بتوع النادي كلموني، باركوا لي على الجول، وفي زمايلي من الفريق كلموني باركوا لي على الجول وعلى الماتش، واتمنوا لي يعني التوفيق، ان انا اكمل بشكل كويس، وان انا اكمل يعني معاهم ان شاء الله نصعد البريمير ليج باذن الله الموسم الجاي ان شاء الله. متهيألي البريمير شيب برضه يا احمد، يعني تقول للناس هنا ده الناس مهتمه بيه بشكل كبير، قنوات كتيره بتذيعه، صحافه كتير، ميديا كتير. الموضوع مش درجه ثانيه يعني زي ما مثلا عندنا او في بلاد اخرى. متهيألي في اهتمام كبير. حضرتك عارف، حضرتك بتيجي هنا وعارف، ولما حضرتك بتبقى موجود بتشوف الاجواء هنا. هو البريمير ليج والتشامبيون شيب هو بس يعني الاختلاف في الاسم بس مش اكتر. يعني كل حاجه هنا زي هنا. المستوى، الاداء، الصحافه، الاعلام مهتمين بده زي ما مهتمين. هو بس الفرق بيبقى في الاسم بس مش اكتر يعني. لو في لعيبه كتير بتلعب في الشامبيون شيب دلوقتي. نعم يا كابتن. اللعيبه كتير يعني كبيره ونجوم لعبوا في الشامبيون شيب وبيلعبوا السنه دي في الشامبيون شيب. كل يعني انديه كبيره ومفيش فرق، يعني مفيش فرق ما بين البريمير ليج والشامبيون شيب يعني. اعتقد جولنا حارس الارسنال الموسم الماضي مونيام بيلعب في وولفز باين. كان بيلعب كان موجود كان موجود مع ويست هام السنه اللي فاتت لما كانوا في الدرجه الثانيه. لا يعني في لعيبه كتيره موجوده تحت، فمفيش فرق. يعني انا بقول لحضرتك هو مفيش فرق. الفرق في الاسم بس ان ده بريمير ليج وده تشامبيون شيب طبعا. فمفيش فرق. هو دوري قوي جدا ونفس السرعه ونفس القوه ونفس الاجواء وجماهير كمان وكل حاجه. طيب احمد، انت عارف ان الاستاذ عاصم علام رئيس نادي هال سيتي حاليا في زياره للنادي الاهلي، توأمه بين النادي هال سيتي والنادي الاهلي. شايف هل ممكن يبقى في لعيبه مثلا تيجي هال سيتي؟ هل انت اتكلمت معاه كتير عن النادي الاهلي او عن مصر خصوصا واللاعبين بشكل عام؟ هو بصراحه هو متابع جدا الكره المصريه ومتابع جدا المنتخب، واتكلم معايا. يمكن انا اول ما رحت هو الراجل اتكلم معايا ان زيدان كان فري، فهو كان عايز يجيبه من لما كان موجود في المانيا، بس هو راح الامارات. كان بيتكلم معايا على شيكابالا برضو، يعني اتكلم معايا على عارف لعيبه كتير. اتكلم معايا على الحضري كان موجود في ترايل السنه اللي فاتت، موجود هنا، كان حابب ان هو ياخده بس كان موضوع الفلوس مع المريخ. فهو الراجل متابع جدا، والراجل حابب ان يكون في لعيبه مصريه موجوده في النادي. هو طبعا فخر ليه طبعا. فان شاء الله انا اتمنى برضو ان في لعيبه كتيره تبقى موجوده هنا في الدوري الانجليزي وموجوده في النادي ده بالذات، يعني عشان الراجل مصري ويعرفنا. فان شاء الله ربنا يوفق كل اللعيبه ان شاء الله اللي تيجي هنا. كابتن شوقي عايز يديك سؤال كده يا ابو حميد. طبعا طبعا يا احمد، احنا سعداء جدا باللي انت فيه والمستوى اللي انت فيه وتشريفك للكره المصريه وكده. لكن انا حاسس دلوقتي يعني ايه الحاجه النصيحه اللي فعلا لازم تقولها دلوقتي لمستر برادلي، وخاصه الماتشات الدوليه اللي مش منتظمه او اللي ممكن تاثر على مستوى الفريق واحنا داخلين على مباريات مهمه في كاس العالم؟ هو كابتن حضرتك كنت موجود عارف. هو لازم الدوري يرجع عشان اللعيبه ترجع لفورمه الماتشات تاني. هو ده اللي هيرجع. لازم الدوري يرجع واللعيبه ترجع تلعب مباريات تاني.
فعشان يدخلوا في فورمه الماتشات. حضرتك شايف دلوقتي ما فيش غير لعيبه الاهلي والزمالك والمحترفين بس هم اللي بيلعبوا، وهو ده يعني القوام الاساسي الموجود للمنتخب في الفتره الاخيره. فلازم الدوري يرجع عشان اللعيبه كلها تبقى موجوده، والراجل يبقى عنده مساحه كبيره ان هو يختار عدد كبير من اللعيبه، ما يكونش بس الحد المتوفر بالنسبه لعيبه الاهلي والزمالك والمحترفين. فلازم عشان اللعيبه ترجع لفورمه الماتشات تاني. حضرتك لسه انا سامع من شويه ان ماتش البرازيل اتلغى. رايك ايه في الموضوع ده يا احمد؟ يعني احنا كنا مبسوطين جدا يا كابتن والله ان احنا هنلاعب فريق كبير زي منتخب البرازيل. بنتعلم يعني لما بنلعب الفرقه دي بنتعلم كتير وبناخد خبرات كبيره. انت لعبت الماتش الاخير اللي كان في قطر ده صح؟ كنت بتلعب؟ انا لعبت الماتش الاخير اللي كان في قطر. فدي يا كابتن حازم حضرتك عارف، حضرتك لعبت الماتشات دي قبل كده وعارف الحاجات دي بتفرق معانا كلاعيبه وبتفرق معانا في خبرات في جوه الملعب. فطبعا زعلت جدا يعني ان الماتش زي ده اتلغى. فاتمنى ان الفتره الجايه يبقى فيها مباريات كبيره، واتمنى ان الدوري يرجع تاني واللعيبه ترجع تلعب وترجع لفورمه الماتشات تاني ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد، بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك، وان شاء الله تبقى خطوه للامام وترجع تلعب في البريمير ليج تاني مش الشامبيون شيب، مع ان الشامبيون شيب برضه حاجه قويه جدا. شفت الجون يا كابتن؟ شفت.